لا ينفك الرئيس الأمريكي باراك أوباما يفاجئ الجميع في الأشهر القليلة المتبقية من ولايته بزيارات تاريخية إلى دول آسيوية آخرها إلى اليابان وتحديدا مدينة هيروشيما بعد زيارته فيتنام قبل أيام، ولينهي 71 عاما من قطيعة الرؤساء الأمريكيين لهذه المدينة اليابانية التي دمرتها قنبلة ذرية ألقتها الولايات المتحدة في العام 1945. قرر أوباما زيارة هيروشيما على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع التي عقدت أعمالها في مدينة شيما اليابانية. وفور وصوله إلى المدينة الرمزية توجه الرئيس الأمريكي إلى حديقة نصب هيروشيما التذكاري للسلام برفقة رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي لتكريم كل من فقدوا في الحرب العالمية الثانية. وفي مراسم مهيبة بحضور بعض الناجين أو من يعرفون باليابانية باسم هيباكوشا، ودع أوباما إكليلا من الزهور أمام تمثال يضم عشرات المجلدات التي دونت فيها أسماء 210,000 ضحية للقنبلة الذرية، كتب عليه اركضوا بسلام لن نكرر هذه المأساة. إننا نقف هنا في وسط هذه المدينة ونجبر أنفسنا على تصور لحظة سقوط القنبلة. نتذكر كل الأبرياء الذين قتلوا في تلك الحرب الرهيبة والحروب التي سبقتنا والحروب التي ستتبع، فذكرى أولئك الذين قتلوا يوم 6 آب عام 1945 لن تمحى أبدا. وأثناء تكريمه لضحايا الهجوم الذري الأول في التاريخ، جدد الرئيس الأمريكي دعوته إلى دول العالم ولا سيما تلك التي تمتلك ترسانات نووية إلى بناء عالم خال من الأسلحة النووية، كما أكد أن زيارته تأتي كدليل على قدرة بلاده واليابان على بناء جسور حتى عبر أكثر الانقسامات عمقا وألما في التاريخ، وهو ما ذكره رئيس الحكومة اليابانية في كلمته. بعد 70 عاما الأعداء الذين حاربوا بعضهم البعض أصبحوا اليوم أصدقاء وحلفاء، وعلاقتهم مبنية على الثقة والصداقة العميقة، ويجب ألا تتكرر هذه المأساة في أي مكان في العالم. توفي والدي إثر إصابته بمرض نتيجة القنبلة الذرية في سن 41، وعلى الرغم من مشاعري المختلطة ما زلت أعتقد أن زيارة أوباما كانت جيدة بشكل عام. ورغم أهمية هذه الزيارة التاريخية، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد قبل أيام في مقابلة مع قناة يابانية عامة أنه لن يقدم أي اعتذارات بمناسبة زيارته هيروشيما، معتبرا أن على القادة اتخاذ كل أشكال القرارات في أوج الحرب. وكان الجيش الأمريكي ألقى على هيروشيما في 6 آب عام 1945 أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من السكان في بضع ثوان تلتها أخرى على ناكازاكي بعد 3 أيام.